اوبا، معانا فليفرين النهارده جداد من ميد نايت. ترى نجرب مين؟ فيروز باينابل ولا ويفر فانيليا؟ سيبك من فيروز باينابل، تعال نجرب الويفر فانيليا دي ال من ميد نايت. عشان التجربه تكمل يا صديقي وتبقى بوم البوم، هنجرب طبعا ليجند 3، ومعانا بقى ايه التسونامي الرهيب من جي فيب. ريحة الفانيليا ترفرف حول الاستوديو. الله حلوة قوي. لا بجد والله مسكرة كده ولطيفة يعني. انا ما عنديش مشكلة اشربها بصراحة. معاك رجلي اياك تغيب عني، معاك رجلي والله معاك رجلي. بس واو ايه ده؟ حلو. بس شوف يا صديقي، من الاخر كده ومن باب وتلت وعلى الجد وعلى الجدون وتقطع عرق وحته بتلو، هذه الزجاجه لا يعلى عليها في حته الكريمات. يعني اي حد بيحب الفانيليا جدا، تحب اللبن، تحب البسكويت، تحب البسكويت المقرمش. في زمان، في الناس اللي عارفاني انا اولد شويه وبحب البسكويت اولد شويه، مش اللوتس والحاجات دي، لا. في كان زمان بيسكو مصر. بيسكو مصر شركه عريقه ومعروفه وكلنا بنحبها وبندعمها. الشركه دي كانت منزله حاجه اسمها ويفر، بتاع كده لونه ابيض في لبني طويل كده فلطح، مكتوب عليه ويفر، مفيش اي معلومات يعني. بص هو ويفر يلا يا ابني خد يلا، تمام، مفيش بقى كده، تمام. فالويفر ده طعمه بالنسبه لي رهيب يا صديقي. تخيل بقى ان الويفر ده اتجسد في هذه الزجاجه، فانا حبيت ده. انا حابب ان انا الاقي طعم كنت بحبه وبموت فيه زمان زي الويفر بتاع بيسكو مصر، الاقيه في زجاجه من ميد نايت. لا شابوه شابوه ميد نايت بجد، عاملين ويفر عالمي. اي حد بيحب الحاجات الدافيه، الحاجات السكريات، الحاجات اللي فيها ويفر، فيها فانيليا، فيها لبن، فيها حب، فيها جمال كده، روح من غير ما تفكر يا صديقي لهذه الزجاجه ميد نايت. هتلاقيها موجوده في كل الاستورات اللي لما نشيلها لك. يعني بص حاجه من الاخر جامده. بس انا هروح اجيب فيلو لابويا وانا بستمتع بهذا الميد نايت. سلام. معاك رجلي.